ازيكم يا اجمل المتابعين. النهارده هعمل لكم طريقه سينابون رول. هعمله لكم بطريقه سهله جدا ومبسطه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. اول حاجه هنجيب مع بعض بوله وهننزل فيها بكوبايتين من الميه الدافيه، وهننزل معاهم بباكو من الخميره ومعلقتين من السكر. بعد كده هنبتدي نقلب الخميره مع الميه الدافيه ومعلقتين السكر كويس جدا لحد لما الخميره والسكر يدوبوا تماما في الميه. بعد كده هغطيهم وهسيبهم لمدة ربع ساعة لحد لما تبتدي الخميرة بتاعتي تشتغل. بعد لما تعدي ربع ساعة هنزل عليهم بنص كوباية من الزبدة المذابة، وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعاها بيضتين وباكو من الفانيليا ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من اللبن البودر. وهنبتدي نقلب المكونات كلها مع بعض في الخميرة بتاعتنا لحد لما يبتدوا ان هم يدوبوا تماما. هكون مجهزة عندي 6 كوبايات من الدقيق نخلاهم كويس جدا، وضايفه لهم معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنزل بيهم على الخليط السائل بتاعي، وهبتدي ان انا اخلطهم الاول بالمضرب مع بعض، وبعد كده هبتدي ان انا الم كل المكونات بتاعتي بايدي وهعجنهم زي ما انتم شايفين كده، وهتدينا عجينة طرية جدا وهشة، وهيكون فيها تلزيقة شوية، وده بيكون الدليل على ان العجينة ناجحة جدا معانا. هنبتدي نغطي العجينة بتاعتنا ونحطها في مكان دافي لمدة ساعة لحد لما تبتدي ان هي تتخمر. بعد كده هنروح على الرخامة بتاعت المطبخ وهنغسلها كويس جدا وننضفها، ونبطنها برشة من الدقيق، ونبتدي ننزل عليها بالعجينة بتاعتنا، ونفرد العجينة على قد ما نقدر على شكل مستطيل طويل، وتخلي العجينة عندك يعني تكون السمك بتاعها خفيف جدا على قد ما تقدري. بعد كده هنكون مجهزين معانا نص كوباية من الزبدة المذابة. يعني لو الزبدة عندك طالعة من التلاجة تقدري ان انت تحطيها في الميكرويف 30 ثانية. بعد كده هنبتدي ندهن العجينة بتاعتنا بالزبدة المذابة، وهنغطيها تماما بالزبدة اللي موجودة معانا. الزبدة بتخلي العجينة عندك طرية جدا وسهلة معاكي في التشكيل. بعد كده هنجهز الحشوة بتاعت السينابون بتاعنا، ودي كوباية من السكر عادي او سكر بودر، وهننزل عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقتين كبار من القرفة، ودي الحشوة الأساسية بتاعت السينابون بتاعنا النهاردة. هنخلطهم كويس مع بعض ونبتدي ان احنا نغطي بيهم سطح العجينة بالكامل. بعد ما نغطي العجينة بتاعتنا بالحشوة ديت، هنبتدي ان احنا نضغط عليها بايدينا علشان نثبتها كويس جدا، ولازم توزعيها تماما، ما تخليش اي جزء في العجينة مش متغطي بالخلطة دي، لان هو ده الطعم الاساسي للسينابون بتاعنا. بعد كده هاخد العجينة بتاعتي من الطرف الطويل، لان احنا عاملينها على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا ابرم العجينة بتاعتي جامد واضغط وانا بلفها علشان تمسك كويس معانا. طبعا الزبدة اللي احنا ضفناها للعجينة قبل ما نحط الحشوة بتاعت السينابون بتخلي العجينة تلف معاكي كويس جدا وتكون متماسكة. بعد كده هنبتدي ان احنا نقفل طرف العجينة كويس جدا بايدينا زي ما انتوا شايفين كده، وانتي بتقفلي تضغطي وتقفلي كويس جدا، وتحاولي تخليها متساوية من كل الجوانب. تقدري في المرحلة دي ان انتي تجيبي خيط وتبتدي تلفيه على العجينة وتربطيه وتقطعي بيه العجينة، وممكن برضو تستعملي مقطع زي اللي انا استعملته النهاردة
وتحاولي تقطعي قطع العجينة قطع متساوية. بعد كده هنجهز الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200 قبل ما نبتدي ان احنا ندخل الصينية بتاعتنا الفرن ب10 دقايق على الاقل. طبعا بعد ما هنقطع السينابون هنبتدي ان احنا نجهز الصينية اللي هندخلها الفرن. هندهنها بدهنة من الزبدة، وهنبطنها كمان برشة من الدقيق، وتقدري تستعملي ورق زبدة، ونبتدي نرص فيها قطع السينابون بتاعتنا. واحنا بنرص كل واحدة نحاول نقفلها كويس من الجناب ونساوي الشكل بتاعها، وهنرصها في الصواني بتاعتنا. المقدار ده عمل لي تقريبا صينيتين من نفس الحجم اللي انتوا شايفينه، يعني عملت معايا كمية حلوة جدا. بعد ما هرص قطع السينابون بتاعتي في الصواني هبتدي ان انا اغطيها واسيبها تخمر تاني لمدة ربع ساعة. يبقى احنا كده خمرنا السينابون بتاعنا مرتين. بعد ما عملنا العجينة بنسيبها قبل ما نشكلها او نعمل لها اي اضافات، بنسيبها تخمر لمدة ساعة. بعد ما بنشكل العجينة بتاعتنا وبنحط لها الحشوة ونقطعها، هنبتدي ان احنا نخمرها تاني لمدة ربع ساعة قبل لما بندخلها الفرن. بتشغلي الفرن بتاعك قبل ما تبتدي ان انتي تخمري العجينة للمرة التانية، وهوريكم شكلها بعد ما خمرت تاني ربع ساعة. يبتدي ان الحجم بتاعها يتضاعف زي ما انتم شايفين. ده الشكل بعد ما خمرناها للمرة التانية. في الوقت ده بيكون الفرن بتاعنا متسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200، وبنحطها على الرف الأوسط، وبتاخد معانا حوالي 20 دقيقة ل 25 دقيقة في التسوية بتاعتها. بعد كده هنروح نعمل صوص الجبنة اللي هنسقي بيه السينابون بتاعنا بعد ما يطلع من الفرن. وده عبارة عن كوباية من السكر البودرة، وكوباية من اللبن البودر، ومعايا كمان معلقتين كبار من الزبدة، وعلبة من الجبنة المثلثات، ورشة فانيليا، وهننزل عليهم بكوباية من المية السخنة، وهنبتدي ان احنا نخلطهم مع بعض بالمضرب كويس جدا. وده شكل السينابون بتاعي بعد ما طلع من الفرن. هبتدي ان انا اسقيه صوص الجبنة اللي انا عملته. وتقدري بعد ما تضيفي صوص الجبنة تديله اي اضافات تانية اختيارية من عندك. عايزة تحطي له صوص فراولة، صوص شوكولاتة، صوص كراميل، بس انا بالنسبة لي صوص الجبنة كافي جدا علشان يطلع لي نتيجة هايلة زي اللي بنجيبها من بره من المحلات بالظبط. وده كان الشكل النهائي للسينابون بتاعي قبل التقديم. بتبتدي ان انت تضيفي له صوص الجبنه، وفي الوقت ده تقدري تعملي له التوبنج اللي انت تحبيه. تقدري ان انت تضيفي له صوص فراوله او صوص كراميل او صوص شوكولاته او ميكس من الثلاث صوصات مع بعض. هيديكي شكل جمالي جدا. لكن هو بالنسبه لانك تقدمي بصوص الجبنه بس هيكون الطعم هايل ومقارب بنسبه 100% للسينابون الجاهز اللي بتشتريه من بره من المحلات. بالاضافه طبعا لان انت وفرتي التكلفه العاليه اللي انت بتشتري بيها سعر القطعه الواحده من المحلات المعروفه بتاعه السينابون. تقدري ان انت تعملي السينابون مشروع من البيت، وان شاء الله يكون ناجح ومربح جدا معاكي. لما تحسبي تكلفة الكيلو اتكلف معانا كام النهاردة في المكونات بتاعته، بالمقارنة لسعر القطعة الواحدة لما تيجي تشتريها من بره جاهزة من المحلات. وتبتدي ان انت تجيبي علب تغليف من محلات مستلزمات الحلواني وتبيعيه بالقطعة. هيكون مشروع مربح معاكي جدا وانت قاعدة في البيت. يا رب الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، واكون قدرت اقدم لكم معلومة تفيدكم لو كانت بسيطة. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا. مع السلامة.